انا ملي تزوجت شرط على راجلي يسكنني في داري بوحدي. السلام عليكم متتبعيني الاعزاز، فضلا وليس امر. قبل ما نبدا القصه ان شاء الله يا ربي ديروا اشتراك ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد من القصص اللي كناخذوا منهم عبره واستفاده. نتمنى هاد القصه تستفدوا منها والله يهدي ما خلق. وبعد الخطرات كيكون الخير كيرجع بالبومزوي. هذا هو المشكل اللي كيوقع دابا حاليا في هذا الوقت اللي حنا ولينا فيه، واننا كنديروا الخير وفي نفس الوقت اننا كنندموا كنتصدموا من الفعايل ديال الناس اللي حنا درنا معاهم الخير. بعض الناس يقولوا لك حنا كنديروا الخير ونصدقوا الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد الخطرات راه الخير كتصدقوا الله سبحانه وتعالى، ولكن راه بعد الخطرات غير كتحن في بنادم وكتقول صافي غادي نرجع حاجتي او غادي، ولكن بعد الخطرات كتلقاه هو داير لك شي خطه اخرى وانت ما داير ليه حساب. بحال هاد القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم، نتمنى انها تكون عبره لاي واحد. كتقول مولات القصه: انا في مأزق كبير. انا كيف تزوجت شرط على راجلي انه يدير لي السكنه ديالي بوحدي، وبالفعل راجلي كان غادي يمشي باش يكري، ولكن واحد خوه ساكن في واحد المدينه اخرى وعنده دارو هنايا فين حنايا ساكنين. قال لي خوه عوض ما تمشي تكري هاكها داري سكن فيها، والفوقي ديالها دير ليها البيبان فينيه، دير لي فصلو بيوت فينيه. انا عندي واحد 10 سنين في هاد المدينه اللي انا خدام فيها، عاد غادي ندخل المدينه ديالي. هاك مده هاد 10 سنين سير نتايا صيب فيها دارك بشويه، داكشي اللي غادي تخلص في الكرا بلا ما تبقى تضيعو. هاك صرفوا على الدار، دير الفوق ديالك بنيه وقادو وسكن فيه انت وليداتك. بين ما انا وصلت لي الوقت باش غادي ندخل لداري، ديك الساعه حتى انا نعاود نصلحها بين ما غادي نسكن فيها. انا في هاد البلاصه عندي فيها واحد 10 سنين، ان شاء الله ملي نقرب انا نرجع للبلاد ديالي غادي نعلمك، وديك الساعه باش نصلح حتى انايا داري نسكن فيها. ايوا داكشي اللي كان، حنا فرحنا درنا العرس ديالنا. داز كلشي بخير وعلى خير. جيت انايا سكنت في هاد الدار، سكنت في هاد الدار وولدت وليداتي، ولدت وليده وبنيه وليد. ودازت 9 ديال السنوات في واحد لمحه ديال البصر، يعني في واحد الزربه ما تصورش ما حسيناش بديك 9 سنين كي دازت. حتى لواحد النهار خو راجلي كيعيط ليه كيقول لي: ها انت نبغيك في شهر 9 ان شاء الله تخوي ليا داري باش غادي نجي نصلحها ونقادها، لان صافي انا ساليت الخدمه ديالي هنايا. في راس العام انا غادي ندخل للبلاد، صافي مبقاش عندي هنايا ما ندير. كنت ديك 10 سنين اللي كانت عندي صافي سالات ديال الخدمه. دابا غادي نصلح داري باش انا غادي ندخل تما باش نسكن في داري مرتاح. وهنايا كانت الصدمه، لان راجلي ما موفر حتى حاجه، ما دار حتى شي حاجه. قال لي: راه ما عنديش فين نمشي، علاش غادي ترحلني في الدار؟ قال لي: شوف اخويا، انا هذاك النهار عطيتك الدار وقلت لك ها انت و9 سنين وما درتي فيها حتى شي حاجه، ما عندي ما ندير لك، هادشي اللي عطا الله. انا عطيتك الدار وعطيتك الحل وعطيتك كل شيء وما طالبتك بتا شي حاجه. حتى 9 سنين اللي دوزتي ما عمرني ما طالبتك لا بكراهم ولا بتا شي حاجه. دابا انا الحاجه الوحيده اللي بغيتها هو شهر 9 لقيك جمعتي حوايجك وخويتي ليا داري صافي، وسير دبر على راسك ودبر على دارك. وهنايا راجلي مع شكون اللي اقترح عليه؟ المحامي. مشينا عند المحامي ملي سولناه قال لنا: عندكم الحق انكم تشيعوا هذيك الدار ليكم، لان نتوما اللي قعدتوا فيها هاد 9 سنين، هو ما عمره ما سكن فيها، وعندكم الشهود، عندكم الجيران، وحتى الوراق ديال وليداتكم تما فين تزادوا، يعني الدار غتولي ديالكم نتومايا. ولكن بالشرط ان هاد الدار باش تولي ديالكم نتومايا خاصكم تقفلوا فيها 10 ديال السنين.
خاصكم دوزو ديك 10 ديال السنين باش انكم صافي تولي ديالتكم لينا هو براسو غير مستافد بها من الدولة. كون كان محتاج بها ما غاديش يخليكم تجلسوا فيها هاد 9 ديال السنين. وحنايا هذاك الهضره ديال المحامي عجباتنا، وجينا بالحق نيت. قال لي راجلي غادي نحاولوا نماطلوه باش غادي دوز هاد المده اللي بقات باش تكمل 10 سنين. عاد ديك الساعه ندفعوا الوراق للمحامي. واخا هو المحامي قال لنا راه هاد الاجراءات كياخذوا واحد الوقت يعني خصكم نتوما تماطلوه باش يدوزوا هاد 10 سنين وزياده بين ما خرجوا لكم الوراق وبين ما تقادت لكم الامور باش هو ما بقى يدي منها حتى شي حاجه. والدار غادي تولي ديالتكم نتوما، حيت نتوما اللي عندكم الجيران وعندكم الشهود وعندكم كل شيء. هو ما عمره ما سكن فيها من نهار خداها عطاها لكم نتوما. دابا نتوما اللي مستفيدين منها ونتوما هما مواليها. ايوا هنايا غادي تكون الصدمه بالنسبه للانسان اللي دار الخير، الانسان اللي دار الخير في خوه، اللي حن في خوه. قال خويا مسكين ما يضيعش فلوسه في الكرا ما يضيع، وفي نفس الوقت عاطيه حل هكا دار يسكن فيها وهالفوق يبنيه لراسك وفصلو كيف بغيتي وعيش فيه انت ووليداتك. ولكن واحد الانسان ملي تيكون فنيان هذه هي حاله اللي كتوقع فيه وتوقع منه اي حاجه. لقى الدار فابور سكن فيها فابور، ما عمره ما خلص تا ريال على الدار، ما عمره ما فكر حتى انه يخلص شي حاجه في الدار. في الاخر فكر اش غادي يدير، انه يزندف خوه يعني يخون خوه. الخير اللي داروا فيه ردوا ليه بومزوي انه غادي ياخذ ليه دارو. وعلم الله مسكين هويا هاد 10 سنين كيدوزها في المدينه اللي هو كان خدام فيها وعايش فيها، وكان ديما كيحلم انه واحد النهار غادي يسالي خدمته وغادي يرجع يسكن في دارو. ولكن للاسف نهار غادي يرجع باش يسكن في هذيك الدار غادي يلقى هذاك الواقع المرير اللي خوه غادي يصدموا به. لهنا كنقول نصيحة لأي واحد بغيتي تحن في خوك ولا في اختك ولا في أي واحد كيف ما بغى يكون، دير معاه الوراق، دير معاه الوراق، دير معاه اللازم، دير معاه الكونطرا، دير معاه شي حاجة اللي تحميك. لأن في هذا الوقت ما بقى أمان في حتى شي واحد. هانتوما خوه ولمو باه حن فيه وهي النتيجة كي كانت. لهذا أي واحد باغي يحن في شي حد ماشي عيب انك تقول ليه نوض نديرو انا وياك شي ورقه اللي تحميني وتحميك في نفس الوقت، حتى انت كتحمي الحق ديالك وحتى هو كيحمي الحقوق ديالو. واخا هو ما يخلص لك حتى ريال، ما يعطيك حتى شي حاجه، ولكن تكون واحد الورقه اللي تحمي الطرفين. تيقولوا القانون او المخزن لا يحمي المغفلين، وبصح نيت الانسان ملي كيكون مغفل راه حتى حاجه ما كتحميه. هذا خدم نيته والعاطفه ديالو باش يعاون خوه، ولكن خوه بحكم انها لقاها بارده ما بقاش همو حتى شي حاجه، همو غير انه يستغل ديك الفرصه اللي كانت عنده. ها هو دابا كيحفر انه ياخذ الدار لخوه. نتمنى هاد القصه انها تاخذوا منها فكره وتكون عبره لاي واحد، ان الثقه راه ما بقاتش في حتى شي واحد كيف ما بغى يكون. راه الثقه ما بقاتش، والواحد يحمي راسو عطى الله الوسائل باش الواحد يحمي حاجته ويحمي راسو. كونوا حنان في خوتكم، كونوا حنان في حبابكم، ولكن في نفس الوقت حميو ريوسكم وحميو الحاجه اللي هي ديالتكم اللي نتوما تعبتوا عليها سنين. علم الله شحال ديال الوقت خدات منه باش ياخذ هاد الدار، ولكن باش تمشي ليه في لمحة البصر راه يقدر كاع مسكين انه يمرض فيها. حيت علم الله واش كان كيوجد انه يجي يسكن فيها، علم الله واش كان دايرها غير هي بين صافي راه عنده دار، يعني مبقاش كيفكر انه يدير دار اخرى ولا حتى شي حاجه. لهذا ديما تنقول الواحد يحمي راسو، يدير الاجراءات ديالو، يدير الحاجه اللي هو يعرف ان هذيك الحاجه غادي تحميه. سول الناس، ما عرفتي والو سول الناس ضروري.
كاينين المواقع، كاينين الناس في المواقع تسولهم فابور، ما غياخدو منك تا ريال، يعني يعطيوك النصيحة فابور وكل شي فابور، وما تقولبش وما تضيعش. هاد الهضره كنقولها اغلبيه الناس ديال برا، حيت هما اللي كيطيحوا بزاف في هاد المواقف، لان بزاف ديال القصص شفتهم وقريتهم وسمعت بهم انهم وقع لهم نفس المشكل. كيحنوا وكيفرحوا الانسان ملي كيتزوج، ولكن ملي كيعطيوه كيان الدارو الاخر كيلقاها فابور وكيلقاها عاجبو الحال، ما كيبقاش يبغي يخرج منها، لان بطبيعه الحال بنادم اللي كيلقى فابور وكيلقى شي حاجه اللي كما تيقول لها بيليكي، من طبيعه الحال ما غاديش انه يفكر مازال انه يقلب على الحلول لراسو ولا على حتى شي حاجه. نتمنى هاد القصه انكم تاخذوا منها عبره وتاخذوا منها فكره، والله يهدي ما خلق، والله يهدي خوتنا ويهدي كاع الناس اللي كنحنوا فيهم، ان الله يهديهم. خليتكم في امان الله وحفظه، الى القصه القادمه ان شاء الله يا ربي.